السلام عليكم. نورنا. انا ايه اشرف، اوبريشن مانجر شركه برونايل ابس، ليدر تيم انجح. احنا النهارده في ايفنت كيف تصنع مستقبلك للباشمهندس احمد طرطور والمحاضر ايهاب رمزي. انا عاوزه اقول لكم ده اول حاجه، اول تنظيم احنا ننظمه كتيم انجح. الوقفه ديت انا اول مره اقفها، وحضوركم هنا بدايه عشان احنا نبدا ونصنع حلمنا. فيعني بجد مجرد وجودكم هنا ده شيء يعني كبير بالنسبه لنا. احنا النهارده عندنا اكتر من سيشن. اول سيشن هيبدا فيه الباشمهندس احمد طرطور، هيكون عن ازاي تقاوم الفشل، يعني ازاي تبدا تحط رجلك على اول طريق. يعني ممكن انت تحضر اي ايفنت او اي حاجه ويكون كل الكلام اللي فيها يعني عن حاجات عمليه، يعني ازاي تشتغل، ازاي تعمل وخلاص. طب احنا فكرنا ان انت لو جيت واديناك مجرد معلومات، طب انا عندي معلومات كتير هعمل ايه؟ هبدا اشتغل ازاي على نفسي وانا يعني مش عندي حاجه تاهلني لكده؟ هشتغل ازاي؟ ففي الاول هيكون معانا الباشمهندس احمد طرطور، هيكلمكم عن ازاي تقاوم الفشل، ازاي تثبت نفسك. هيحكي عن تجربته، ازاي هو بدأ اصلا وازاي وصل للمكانه دي. ففين باشمهندس؟ لا انا خايف، مش طالع، الناس كتير وانا نسيت كل حاجه. انا مش طالع. ما ينفعش كده. انا مش طالع يا باشمهندس. خلص ده، خلص انا بجد كده، خلص ولا السلام عليكم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ايه؟ هو ايه اللي حصل لي من شويه؟ انا كنت خايف كده ومش عايز اطلع والناس كتير وناسي كل حاجه انا محضرها. كل اللي انا عايز اقوله لك ان انت كل ما تفكر ان انت خايف من حاجه جديده انت هتعملها، صدقني انت مش هتنجح في اي حاجه في حياتك. قاعده مهمه خليها في ودانك. طول ما انت بتقول ان الناس قالت، الناس عملت، اصل انا حاولت كتير وفشلت، اصل الناس محظوظه، اصل مش عارف ايه، اصل مش عارف ايه، انت مش هتنجح في حاجه في حياتك خالص. الفكره ان الحياه مش عايزه اللي عندهم طريق. هات لي واحد من الناس اللي ناجحين على مستوى العالم زي والت ديزني، زي اينشتاين، زي احمد زويل، كل الناس دي على راسنا من فوق، بس على يقين تماما ان مفيش واحد منهم ما فشلش في حياته. تمام؟ مش هقول لك بص عليهم، خليك بص انت كده لما انت كنت صغير وحاولت تمشي، حاولت تمشي، كل ما تيجي تمشي تقع، كل ما تيجي تمشي تقع. تمام؟ هل انت بقى فكرت خلاص انا مش عارف امشي تاني وبقينا معاقين يا عيني ومش عارفين نمشي وخلاص؟ لا، كلنا ماشيين وتعلمنا المشي واحنا صغيرين، فشلنا وكذا مره وبعد كده نجحنا. تمام؟ احد تعريفات النجاح بتقول لك ايه؟ النجاح هو الانتقال من فشل الى فشل دون ان تفقد حماسك. ان انت تفشل علشان تنجح. معنى الكلام اللي انا بقول لك التعريف ده بيقول لك اللي هو انتقال من فشل لفشل علشان دون ان تفقد حماسك. ايه الفرق بين واحد فاشل وواحد ناجح؟ الفاشل دايما بيفكر في المشكله، اما الانسان الناجح بيفكر في الحل. الفاشل يجي يقول لك الحل ممكن بس صعب. الانسان الناجح يجي يقول لك الحل صعب بس ممكن. تمام؟ هو ده اللي انا عايز اوصله لك. توماس اديسون بيقول لك ايه؟ الناس الفاشلين هم كانوا قريبين جدا من النجاح عندما قرروا عدم المحاولة. توماس اديسون ده اللي هو مخترع المصباح الكهربائي، عمله بعد كام مرة؟ حد عارف؟ 999 مرة، المرة الأولى. ولما جم سألوه انت فشلت 999 مرة، قال لهم لا، انا عرفت 999 طريقة ما ينفعش يتعمل بيها المصباح الكهربائي، وهي طريقة واحدة ينفع يتعمل بيها المصباح الكهربائي. وعايز اسألك سؤال بيطرح نفسه، يعني هو ليه ربنا خلق الفشل؟ هو مش كان ربنا قادر ان احنا نخلي كل حياتنا نجاح؟ قادر، صح؟ طيب خلق الفشل علشان تبدأ تتعلم منه، يعني اسهل طريقة ان انت تتعلم من حاجة ان انت تغلط. فانت غلطت من حاجه دي، فانت هتبدا تتعلم وتتعلم من الاخطاء.
في مقوله بتقول لك لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى، بمعنى لو ما كانش في نهار اسف، لو ما كانش في ليل ما كناش حسينا بقيمه النهار، لو ما كانش في شهر، لو كان في شهر، ما دام في شهر ما كناش حسينا بقيمه الخير، لو ما دام في مرض حسينا بقيمه الصحه. كذلك انت ما دام انت عندك فشل فانت هتحس بقيمه النجاح. تمام؟ وبعدين عايز اقول لك على حاجه، سيبك بقى من الناس بقى اللي تقعد تحبط فيك وتقول لك انت فاشل يا فاشل، زي كده فيلم باشا تلميذ يا فاشل فاشل. تمام؟ سيبك من الناس دي. انا عايزك تصدق نفسك وتصدق حلمك. تمام؟ عايزك تتاكد من اي حاجه بتحصل لك. تمام؟ ربنا له حكمه في كده. له حكمه في كده، ومع الكلام ان شاء الله في السيشن ديت هنعرف ازاي تبدا تواجه الكلام دوت. وانا العنوان اللي هو how to play your life and how to fight failure and your life difficulties، هي دي ازاي تواجه الصعوبات اللي انت في حياتك يعني. ربنا بيقول لك بالقرآن وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني اوعى تقول ان ربنا حطني في الموقف ده، لا ده هو بيكرهني، ده هو مش بيحبني، لا اشمعنى انا؟ لا، تاكد ان ربنا حطك في المشكله اللي انت فيها دي او انت فشلت، دي حكمه من ربنا. هو ربنا عايز يعلمك بطريقه غير مباشره، بدليل ان كل الناس اللي نجحت، وهنشوف مع بعض يعني امثله وهجيب لكم فيديوهين لناس اجانب وناس عرب ان هم كانوا في قمه الفشل وسطروا اسمائهم على الناس والناس عارفاهم كويس جدا. واعظم خطأ انت بيغلطه البني ادم في حياته ان هو خايف من ان هو يقع في الغلط. بمعنى انا دلوقتي مثلا عايز اعمل مشروع، المشروع دوت مثلا راس ماله 100,000 جنيه مثلا. هاجي اقول لنفسي ايه؟ انا هحط كل فلوسي في المشروع ده وبعدين انا خايف ان هو يفشل ومش عارف ايه فمش هعمل اي حاجه. صح؟ ما انا لو حاولت ان انا ادخل فلوسي في المشروع ده ممكن ال 100,000 تبقوا 200,000 ممكن 300,000، بس خوفي هو اللي منعني من ان انا اكمل في الموضوع ده. اغلط علشان تنجح، اغلط عشان تتعلم، وافشل علشان تنجح. هو ده اللي انا عايز اوصله لك من السيشن دي. وانا يعني انا مش جاي اقول لك يعني الوصفه السحريه العمل المهلبيه ولا الوصفه الجهنميه العمل الملوخيه، لا، انا جاي عايز اقول لك اقتنع باللي انت عايزه. بص انا مش عايز اعرف انت ايه حلمك ولا عايز اعرف ايه هدفك، خليك مصدق نفسك ان انت في يوم من الايام هتوصل. تمام؟ بس انت اسعى وربنا هيكرمك امتى بقى وازاي دي مش بتاعتك. صدقني عن تجربه يعني انا علشان اوصل اللي انا فيه انا شفت كتير ان انا ابقى افضل محاضر على مستوى الوطن العربي في تدريس الاوراكل في البرمجه، وان انا شغال مثلا في قطاع البترول، او ان انا عندي شركتي الخاصه، ان انا اوصل اللي انا فيه ده انا شفت كتير. تمام؟ بس انا سعيد وماشي بمبدا يسعى يا عبد وانا اسعى معاك. انت ربنا هيكرمك امتى وازاي دي بتاعت ربنا، بس انت لازم تبدا تعمل اللي عليك. زي ما انا قلت لك من شويه العنوان اللي انا عايز استخدمه في السيشن ديت اللي هو ان انا عايز احول كل الجدران اللي بتقابلني في حياتي الى ابواب. كل واحد جواه بيقابله حيطه كده، يعني انا عايز احقق حاجه في حياتي بس انا عندي حيطه مش قادر يعني اقتحم الحيطه دي. انا عايز احول كل حيطه في حياتك الى باب، اللي هو بمعنى اصح ان انت تحول العوائق اللي انت بتقابلك الى فرص. ازاي تبدا تحول اي حاجه بتقابلك ان انت تنتهزها؟ هو في المايك انت تلعب حاجه بطل لعب. ان انت تحول كل حاجه عائقه بتقابلك في حياتك الى فرصه. تمام؟ انا بكلمك دلوقتي وانا عارف ان في ملايين من الناس مش لاقيه تاكل. بكلمك دلوقتي وفي نسبه انتحار على مستوى العالم بنسبه كل واحد على مستوى كل 40 ثانيه. طبعا احنا ملاحظين في مصر نسبه الانتحار زادت كتير جدا. انا في خلال 5 سنين اللي فاتوا في حياتي، اخر 5 سنين يعني بتتكلم مثلا من 2009 او 2010 حاجه زي كده، درست ناس كتير، قابلت ناس كتير، اديت كورسات للموظفين في بنك، اديت كورسات لرجال اعمال، يعني كان راجل راس ماله ما شاء الله 2 مليار. اديت ناس للطلبه، دخلت مراجع ايتام. واللي كان
لاحظتوا ان الناس دي كلها واحنا كلنا بندور على حاجه واحده بس. ايه هي؟ حد عارف؟ مش حد عارف. بندور على حاجه اسمها الامل. ان انت يبقى عندك امل في حياتك. الامل ده انت ما تقدرش تحصل عليه بكل بساطه، لان انت اصلا اتولدت بيه، صح؟ اتولدت بالامل؟ لا، احنا اتولدنا علشان نمر بصعاب ونتعلم، وبعد كده الامل اللي جوانا هو اللي يبدا يحركنا وهو الوقود بالنسبه لنا. طول حياتي ربنا يرحمه والدي، الله يرحمه، الف رحمه ونور عليه، كان بيقول لي حاجه حلوه قوي. كان بيقول ان ربنا خلقنا وقدامك اختيارين، لا اما ترضى باللي انت فيه، يعني بالظروف اللي ربنا خلقك عليها، تمام؟ لا اما تعترض. انت لو اعترضت هتبقى عايش حياه صعبه، اما انت لو خليت عندك قناعه باللي ربنا عمله لك وربنا خلقك كده الحكمه، هيبقى عندك نوع من انواع الامل انت عايش ليه. فهي دي كانت قوه اختيار ان انت ازاي تبدا تختار بين الاختيارين دول. مفيش بني ادم على مستوى البشريه كلها ما فقدش الامل في حياته. خلينا اضرب لك مثال بسيط. معلم البشريه النبي صلى الله عليه وسلم، انا ما سمعتش حد صلى على النبي. النبي صلى الله عليه وسلم فقد الامل في حاجه في فتره من حياته، و يعني دخل له نوع من الاحباط في حياته. قعد 6 شهور كاملين ما ينزلش عليه الوحي. تخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم 6 شهور جبريل ما بينزلوش، ما بيحلمش رؤيه، ربنا ما بيتكلموش، ما فيش اي حاجه تنزل على النبي. لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى مش كل مره بقى. لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم فكر، يعني جاله احساس كده ان ربنا مش عايزه يكمل الرساله، يعني حاسس ان ربنا بيكرهه. فعلا انا مش بتكلم كلام هزار، يعني انا الحمد لله انا حافظ قران ودارس حديث وتفسير، يعني فانا عارف انا بقول ايه في الحته دي. يعني لو بنتكلم في الدين، يعني انا ما بحبش اكتب حاجه، فانا بقول لك بقى الدين. المهم ربنا بعد 6 شهور لما جه كلمه بصوره ايه؟ بصوره الضحى. يعني انت لو قريت تفسير سوره الضحى هتلاقي ان سوره الضحى دي نزلت بعد 6 شهور غياب من النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش اي وحي. فلو جيت تتخيل كده ان ربنا بعد 6 شهور بيتكلم النبي يقول له ايه؟ والضحى. يعني ايه والضحى؟ بيقسم بالنهار. انت لما تلاقي واحد فاقد الامل ويائس من كل حاجه، فبتقول له قوم اصحى، قوم اصحى كده. قوم اصحى، استيقظ. فربنا اقسم والضحى. جه بعد كده في الايه الثانيه قال لك والليل اذا سجى. اي انسان محبط، وكلنا مرينا بمراحل احباط كتير جدا في حياتنا، هتلاقي واحد ان هو كاره ان هو ينام، فبالتالي ان هو قاعد سهران طول الليل وينام طول النهار، مش عايز يشتغل، ملوش نفس ان هو يعمل حاجه، صح؟ كلنا مر علينا او الفترات دي ان احنا تخيل كده نتيجه ثانويه عامه كده، انت مستني نتيجه ثانويه عامه، مش عايز تنام، مش عايز تعرف اي حاجه، فانت بتقعد سهران طول الليل، تمام؟ ونايم طول النهار عشان مش عايز تسمع، مش عايز تعرف اي خبر، تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ والليل اذا سجى. فهو بيقول لك ايه؟ اقسم بالليل، ان الليل دوت مكان الراحه اللي انت تبدا ترتاح فيه، اللي انت تبدا تنام. يعني انت لو واحد عنده احباط زي ما انا قلت لك دلوقتي، الساعه البيولوجيه بتاعته بتتعكس، ليله بقى نهار ونهاره بقى ليل، تمام؟ لان هو عنده نوع من انواع الاحباط. في الايه الثالثه ربنا بيقول لك ايه؟ ما ودعك ربك وما قلى. يعني ربنا مش نسيك. تخيل ان انت مهما حصل لك في حياتك ربنا مش نسيك. ربنا عمل كده الحكمه. اكيد ان ربنا حطك في الموقف اللي انت حاطه ده لحكمه. فربنا يقول لك ما ودعك ربك وما قلى. وبعد كده بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ولا الاخره خير لك من الاولى. يعني انت ماشي، احنا قاعدين في الدنيا بس الاخره اهم من الدنيا. ولا سوف يعطيك ربك فترضى. يعني انا قعدت 6 شهور ما بكلمكش، بس انا هديك لحد ما انت ترضى. تخيل كده لما كل واحد يقرا الايه دي، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ان ربنا بيقول لك انا هديك لحد ما انت ترضى، بس احنا نقرب من ربنا بس. ولا
ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما، فربنا بقى بيثني يعني بيكلم النبي يقول له انت مش كنت يتيم وهديناك، تمام؟ ومش كنت ضال وهديناك. الآية اللي بعديها تخيل كده كلنا كده جت علينا فترة في حياتنا كنا بعاد عن ربنا حقيقة، مقصر في الصلاة، ما بتقراش، مقصر في صلة رحمك، عاق من والديك، كل الكلام ده كلنا مرينا بحاجة زي كده. ان انت تقول لمامتك مش عامل لك حاجة، ده عقوق، ده عقوق. فده الله اكبر الله اكبر. بعدين بقى عليه وسلم مر ب6 شهور احباط ويأس، فما بالك بقى احنا عاملين ازاي؟ انا عايز منكم تعملوا حاجة دلوقتي، انا عايزك تغمض تتخيل اكتر 3 حاجات محبطة في حياتك. يعني تخيل اكتر 3 حاجات بتحبطك في حياتك. تخيل كده، خل انت قاعد كده في دماغك اكتر 3 حاجات بتحبطك في حياتك. انا عايز اقول لك واصدمك ان هما مش دول اكتر 3 حاجات بتحبطك في حياتك. اكتر 3 حاجات بتحبطك في حياتك هي حاجة واحدة بس، انت اللي بتحبط نفسك. وهثبت لك بالكلام. لو هنفترض ان انا واقف هنا كده مثلا وده حلمي اللي انا عايز اروح له، الهدف بتاعي. في ناس زي كده ما حصل من شويه كده هتيجي تقول لك لا انت مش هتكمل، انت هتفشل، انت 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 تمام؟ لو انا امنت بالكلام ده، وصدقته وعقلك الباطن صدقه، هو بيقنعك تماما ان انت فاشل بلا محال. وده حصل في فتره من فترات حياتي ان انا فعلا ايقنت تماما ان انا فاشل. ليه؟ لان انا صدقت الكلام ده. لو انا جيت قلت مثلا ان انا هروح الناحيه الثانيه، ايه اللي هيقابلك؟ احمد ان انت فاشل، احمد انت مش هتنجح، احمد استسلم، انت فاشل، صح؟ لو انا صدقت الكلام ده، الكلمات اللي هي القويه اللي هي انت ممكن تقتل واحد قدامك بكلمه، اللي هو الكلام ده انت لو صدقته انت ايقنت تماما انت فاشل. هضربك مثال بسيط، لو انا لا مؤاخذه كده قلت لك انت حمار مثلا، لا مؤاخذه في الكلمه، طبعا انت مش هتصدق لان انت شايف نفسك بني ادم. بالعكس انت هتتضايق وهتصور ازاي لا انا بني ادم مش عارف. فانت ليه بقى بتصدق ان انت فاشل؟ ليه بقى؟ ليه لما حد يقول لك انت مش هتنجح وانت هتفشل، انت بتفشل فعلا وبتصدق الكلام ده وتبدا تعيش بقى دور الاحباط والكلام ده. انا عايز اقول لكم انا فتره من فترات حياتي فعلا انا فكرت ان انا انتحر فعلا. يعني كان في سنه كده بالنسبه لي السنه الكبيسه، يعني ان هي كانت اسوأ سنه في حياتي، تمام؟ اللي هي نقطه تحول من القاع ان انا بدات اطلع لقدام. يعني فكرت ان انا انتحر، وفي ناس قريبين مني واصحابي ويعني اصدقائي قريبين مني قوي هنا موجودين معانا وما يعرفوش الكلام ده. ان انا فعلا فكرت ان انتحر، فكرت انتحر عشان انا ما كانش عندي امل في الحياه. اللي انقذني حاجه واحده بس، اللي انقذني من فكره الانتحار ان منظر والدي ووالدتي واخواتي لما يعيطوا عليا وان انا مت كده، ان انا اموت نفسي يعني، وانا كنت ان انا داخل النار يعني انا خسرت الدنيا والاخره. فالفكره ديت فوقتني يعني. خليني اسالكم سؤال، هو احنا بندور على ايه؟ احنا بندور على السعاده صح؟ هسالكم سؤال، هو انا جيت دلوقتي لو انا اديتكم $1,000,000 هتبقوا سعداء؟ طيب انا لو خدت $1,000,000 انا هبقى سعيد جدا بصراحه. لا طيب انا لو خدت $1,000,000 هبقى سعيد جدا، بس في حاجه، لو والدتي ربنا يديها الصحه ماتت النهارده ابقى سعيد؟ لا استحاله. ولا فلوس الدنيا هتبدا تتعوض لي والدتي ربنا يخليها لي. ليه؟ لان الفلوس عمرها ما كانت كل حاجه. انا اعرف ناس سافروا وركزوا على نجاحهم قوي 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 قوي، تمام؟ ومش سعداء. لان هو نسي الجانب الروحي ونسي ان هو يقرب من ربنا ونسي ان هو يبدا الجانب الروحي اللي هو الاتزان الكامل. يبقى رقم واحد اللي انا عايز اوصله لك، انت توصل ان انت مين وتصدق نفسك وليه. في ويليام باركلي ده احد الكتاب الاجانب قال لك اعظم يومين في حياه البني ادم ان انت اليوم اللي انت اتولدت فيه واليوم اللي انت عرفت انت ليه اتولدت. هو ربنا خلقك ليه؟ اكيد خلقك ان انت رساله. كلنا عارفين اديبه رضوى عاشور اللي اتوفت من الاسبوع اللي فات تقريبا، كانت قالت قبل ما في بدايه حياتها هو ربنا خلقني ليه؟ انا عايش زي بقيه الناس كده وبتاع، لا انا لازم اعمل حاجه واسمي الناس تفضل طول عمرها فاكرة، هي تسيب بصمه في حياتك، تسيب بصمه الناس تفضل فاكراك بيها.
ازاي توصل للسعاده. تمام؟ انا قربت اخلص. اديبه مشهوره يعني، اديبه مشهوره. يعني هي ليها كتب كتير جدا على، يعني اكتب ربيع عاشور على الجوجل بتاع 2011. ازاي توصل بقى للسعاده؟ وانا في الكليه تمام، كان لما يجي حد يسالني حلمك ايه؟ حلم اتخرج، وبعدين اخد كورسات انجلش كمبيوتر، وبعدين اشتغل، وبعدين اتجوز، وبعدين يعني اللي هو كده. طب كمان 10 سنين، كمان 10 سنين ولا اعرف انا بعمل ايه، ولا بعرف انا اعمل ايه. فقريت كتاب اسمه How to Change Your Life، هو كتاب انجليزي مترجم. الكتاب ده غير لي حياتي كلها. وعايز انقل لكم اتكلم بس في شابتر بس من الكتاب دوت اسمه التشبيهات. التشبيهات دي ان انت تشبه حياتك بايه، تشبه شغلك بايه، تشبه جوازك بايه. تيجي تكلم واحد كده، هو انت عامل ايه في الشغل؟ انا بنحت في الصخر. تخيل كده انت كل يوم تروح الشغل انت بتنحت في الصخر. تمام؟ تيجي تشبه واحد، اخبار الجواز بتاعك ايه؟ شر لابد منه. طب انا اتجوز ليه؟ ويا بقى لو تقرا انيس منصور كده العمود بتاع الجواز هو والله ما انت متجوز. تمام؟ في واحد، فانا بدات افكر مع نفسي انا عايز اشبه حياتي بايه. فرجعت زمان كده، والدتي ربنا يخليها لي كانت بتيجي تقول لي يا ابني الحياه دي امتحان. نهار اسود، انا لما بيجي امتحان ببقى خايف، وداني راح جاي كده الحمام كده طب وبعدين وبعد الامتحان يعني لا اما انجح لا اما اسقط. ما هو الامتحان لما تنجح لما تسقط، وكلكم اغلب اللي جايين من الامتحان اصلا. طيب ما عجبنيش التشبيه ده. جاي والدي بيقول لي يا ابني الحياه دي طريق، وبعدين قالني ماشي في الطريق دوت مستني اوصل، مش عارف انا هوصل امتى. تلعب سابوي تقعد ماشي كده، ما انت فين؟ مفيش اخر اللعب اصلا. تمام؟ واحد تاني بقى قال لي يا ابو حميد الحياه ديت عامله زي حاجه، يوم في ايدك ويوم في حاجه. وانا طبعا استحاله اشبه حياتي بكده. فانا هقول لكم انا شبهت حياتي بايه. تمام؟ انا وما تمشوش طبعا، بس عشان هقول لكم انا شبهت حياتي بايه. شبهت حياتي بلعبه. ايه ده انت جاي تهزر صح؟ لا ما بهزرش. انا شبهت حياتي بلعبه. خليني اوصل لك حاجه. ايه هي متعه الحياه؟ يعني السعاده الحقيقيه بتوصل في ايه؟ العب كده لعبه، اخرك ان انت كسبت خسرت مش فارقه، انت ممكن هتعيد الجيمز وتلعب من تاني، صح؟ طيب ايه هي المتعه الحقيقيه في اللعبه؟ انت المتعه الحقيقيه ان انت بتفكر في اللعبه دلوقتي، انت مستمتع بتلعب جيم دلوقتي مستمتع بيه. حاجه كده بتلعب المزرعه السعيده، مفيش حد من القاعدين ما لعبش المزرعه السعيده، انت مستمتع وانت بتلعب. تمام؟ انا ما لعبتهاش طبعا، بس انا بس يعني لعبه مشهوره يعني. او سوبر ماريو، كلنا لعبنا سوبر ماريو واحنا صغيرين. تمام؟ انت مستمتع وانت بتلعب، صح؟ ليه بقى؟ لان انت لا بتفكر في الماضي ولا بتفكر في الحاضر، لان مشكله الماضي حاجتين، لا اما وحشك لا اما ندمان عليه. ومشكله الحاضر انا اسف، مشكله المستقبل لا اما خايف منه لا اما انت مش مخطط له صح فبرضه خايف منه. فالمتعه الحقيقيه ان انت عايش اللحظه دي، عايش اللحظه دي، ان انت تبدا تعيش اللحظه دي. تمام؟ طيب وفي آية في القرآن كده بتقول لك ايه؟ وانما حياة الدنيا لعب ولهو. لما جيت فكرت في الآية هو ربنا قصده ايه بان الدنيا لعب، ان حياة الدنيا لعب ولهو. وفي بعض الآيات بتقول لك اولئك هم الفائزون. طب هو سألت نفسي هو ليه ربنا ما قالش واولئك هم الواصلون لو الحياة طريق، او اولئك هم الناجحون لو الحياة مثلا هي امتحان؟ فبدأت يعني قريت لنفسي ان يعني احنا قاعدين في لعبة. ميزة اللعبة ان انت لو اتزنقت في اي حاجة في اللعبة متأكد ان اللي اخترع اللعبة دي مطلع لك مخرج هيطلعك منها، صح؟ العب اي لعبة كده وهتلاقي في وحش مثلا، تيجي تعالى العب سوبر ماريو. سوبر ماريو كده تيجي تمشي هتلاقي في وحش، تيجي تضربه يموت، انت اللي تموت وده تاني من تاني. هتيجي تسأل نفسك هو انا مش عارف اكسبه؟ اكيد اللي عمل اللعبة دي تمام
يعني اكيد عامل لك مخرج تخرج منه. هضرب لك مثال، احنا قابلنا تخيل كده شبه مثلا وحش كده قابلك في حياتك، وحش الثانويه العامه. كان وحش كبير كده، صح؟ فاكرين كلمه لا تذاكر لا تنام؟ ذاكر لا تنام. تمام؟ كلنا سمعناها. ويا بقى لو المدرس ما جاش مثلا انت بتاخد كورس ولا بتاخد درس ولا حاجه. تمام؟ طيب انت عديت الوحش ده وبعد كده هتيجي هتقابل وحش تاني مثلا اللي هو وحش ان انت تتخرج من الكليه. عايز تتخرج، وحش اول نجاح بالنسبه لك. تمام؟ فانت لو شبهت حياتك بالمنظر ده صدقني ان انت هتبدا هتستمتع وانت عايش، تستمتع وانت في الحياه يعني عموما. طيب انا شايف ان تشبيه اللعبه يخليك مبسوط ومستمتع في الدنيا يعني. طيب لو جينا سالت سؤال كتير قوي، هو انت ليه يا احمد ما سافرتش؟ ليه ما هاجرتش بره؟ يعني رحت كندا، سويسرا، سافرت بره الخليج. هو ليه وجهه نظر في الموضوع ده يعني، وكان في خلاف بيني وبين صحابي في الموضوع ده. وجابوا لي هجره فعلا يعني، انا لسه في واحد من يوم 3 اسابيع جاب لي هجره كندا، بس انا رفضتها يعني. ليه بقى؟ انا شايف ان انت بره انت ممكن تنجح بسهوله، مش هتبقى مستمتع. بمعنى انت جيت تعالى العب جيم صعب كده، العب لعبه صعبه وقابلك واحد صعب جدا وانت تغلبت عليه، وبعد كده رحت اللعبه سهله، هتبقى مستمتع؟ استحاله. فانت عايز حاجه اصعب، لان الوحش الاولاني ده اداك خبره ان انت تبدا تتعامل مع اي وحش هيجي تاني. تمام؟ فانا شايف ان العيشه في مصر طبعا يعني كميه احباط من كل ناحيه. ما شاء الله يعني الاسعار رخيصه، كل حاجه يعني ممهده الى عيشه رفاهيه. فانت انا طبعا بتريق، فانت بتحاول بقى ايه تتغلب على كل ده عشان تحس بقيمه ان انت تعبت فعلا، نجحت. طيب هتيجي تقول لي انت طب انت واخد حياتك لعب كده، لعب كل تشبيهاتك لعب. حاجه اسمها اسالك سؤال، روح اي مصلحه حكوميه عشان تمضي ورقه، هتلاقي الموظف حاجه صح؟ عايز تمضي ورقه اطلع الدور التاني، مش همضي لك. اتفرج على نفس الراجل ده بالليل هو بيتفرج مثلا على ماتش الاهلي والزمالك، يا عم ده بلن والله صح؟ تغير 180 درجه، لان هو انت حاسس بالمتعه حتى وانت بتتفرج على لعبه، انت مش بتلعب، لا انت بتتفرج حاسس بالمتعه. هنلاقي واحد مثلا مدمن كوره، هتلاقي اي الفريق بتاعه يدهن وشه يروح ماتشات صفر مع الفريق، الكلام ده بتقول ان الراجل ده واخد الموضوع جد زيادة عن اللزوم في ان هو بيشجع الفرقه بتاعته. احنا كده، احنا واخدين كل حاجه جد زيادة عن اللزوم. انا عايزك توصل ان انت تبدا تستمتع اللي انت فيه يعني، عايز تبدا تستمتع بالحياه اللي انت عايشها يعني. حتى في افلام حصل كده يعني، في افلام روكي، حد يتفرج على فيلم روكي ان هو بدا يتمرن كتير، حياته كلها كانت الجيم بتاعه يعني. طيب اللي انا عايز اوصله لك في الاخر ان انت كل ما تبقى في موقف صعب في حياتك ربنا عمل لك مخرج، ربنا مطلع لك مخرج هيخرجك من اللي انت فيه، تاكد من كده. اوعى تقول ليه يا ربنا انت عملت فيا كده، لا ربنا حطك في الموقف ده علشان اكيد مطلع لك مخرج. انت يعني هضرب لك مثال، انا قعدت فتره من فترات حياتي بلعب ملاكمه. الملاكمه ديت انا في مره خدت خبطه هنا في خدي، كانت خبطه ضربه قاضيه يعني، فانا وقعت والحكم عدى عليا 10 عدات وخسرت الماتش. كانت في بطوله، كانت بطوله داخليه في الكليه اللي انا كنت فيها يعني. فانا سالت نفسي سؤال، هو انا لو كان عندي قوه تحمل الضربه، ما قلتش انا هضرب كويس، انا عندي قوه تحمل للضربه دي، ما كانش الحكم عدى عليا 10 وخسرت. خدت المبدا ده في حياتي، كل ما اقع وقعه عمري ما اخلي حد يعد عليا 10 خالص، اقوم بسرعه علشان ابدا اكمل. الاراده ان انت توصل، ان انت عندك اراده ان انت تتحمل كميه الضربات اللي انت تضربها في الحياه علشان تبدا تكمل وتكمل الماتش. خليني اختم بقصه واحد صاحبي. تمام؟ صاحبي ده اول ما فتح عينه على الدنيا كان في السعوديه، متربي بره، كان عنده 3 سنين.
بدأ يشوف والدته فاتحة حضانة، تمام، بيهتم باخوات باطفال مش اخواته، تمام. بدأ يخش المدرسة، فلما يجي يقول لوالدته ماما انا عايز اذاكر كذا، تقول له طب استنى لما اخلص اللي في ايدي. فكان تقريبا عايش لوحده، كان حياته كلها الصبح مدرسة ويجي يذاكر يقعد لوحده تماما، وبعد كده ينزل حلقة تحفيظ قرآن ويرجع يقعد في البيت لوحده تماما. طبعا الموضوع ده عمل له أزمة نفسية كبيرة جدا يعني، حتى لما جه هو هنا ثالثة إعدادي كان أي حد يشتمه أو أي حاجة يضربه، كسر مناخير واحد قبل كده، كان هيخرم عين واحد، وكان هيجيب واحد عاهة مستديمة، لأن هو كان عنده ميول عدوانية فظيعة يعني. هو طول عمره لوحده بدأ يطلع ينفتح على العالم كله مرة واحدة، فكان عامل له مشكلة جدا، حتى إن هو في مرحلة الثانوي كان مكروه جدا من زمايله، ما كانش حد بيحبه خالص، كانوا الناس كلها بتتجنب إن هي تتعامل معاه. المهم صاحبي ده كان حلم حياته إن هو يبقى ظابط، حلم حياته من هو أول ما وقع الدنيا. فجي يوم الثانوية العامة رجليه اتكسرت، فما عرفش يقدم، فك الجبس آخر يوم في سحب الملف. طيب مش مشكلة، دخل كلية التربية الرياضية وقال هبدأ أحقق حلمي تاني إن أنا أخلص الكلية وأخش أكاديمية، تمام؟ سنة تانية رجليه اتكسرت تاني، نفس الرجل، تمام؟ فطلع السنة ديت مقبول خالص، كل المواد جاب فيها مقبول، فتقديره ما أسعفوش يعني. قال خلاص أنا هبدأ أقرر إن أنا أركز في لعبة واختار لعبة في الكلية. هو داخل الكلية ما بيعرفش يقعد، اختار السباحة، ووصل لحد سنة رابعة إن هو بدأ يبقى في فريق الجامعة مش فريق الكلية بتاع السباحة، وخد تاني جمهورية بطولة الجامعات. وصل إن هو واخد كورسات تدريب مع مدرب مايكل فيليبس بطل العالم، وكورسات من بره مصر، لحد إن هو كان ضمن 23 مدرب في مصر بس اللي معاهم الكورسات دي. المهم صاحبي ده بدأ بعد ما اتخرج، هو الكلام ده هو لسه في الكلية، يعني الكورسات دي هو في الكلية. بعد ما اتخرج قرر ان هو يروح يقدم في الأكاديمية الحربية. أول ما دخل الأكاديمية الحربية لسه بيتكلم الضابط، بيقول له يا فندم أنا معايا كورسات من بره ودايفنج وسباحة ومش عارف إيه. قال له تقديرك إيه؟ قال له ما كملش الكلمة، لفه قال له مش هتطلع بره وش كده. فكان بالنسبة له صدمة ان هم كانوا عايزين تقدير جيد. راح أكاديمية شرطة قدم، وصل لحد الهيئة، عدى كل الاختبارات، ووصل ان هو اترفض في الهيئة. كان في 155 واحد تربية رياضية من دفعته، وخدوا واحد بس من 155 واحد. المهم بدأ يشتغل في أندية كتير في مصر، ووصل ان هو بقى بيدرب ولاد وزراء وولاد شفرة، وبقى معروف في الطبقة العليا قوي ان هي الهاي البناء الفاحش دول يعني. فبس بدأ يسأل نفسه سؤال، هو انا فين؟ هل انت بدأت تحقق حاجة؟ فبدأ يعني لا، هو مش عاجبه اللي هو عايشه، لان هو قعد 3 شهور بس بيشتغل، وطول السنة ما بيعملش اي حاجة، اللي هم 3 شهور الصيف. فقرر ان هو يغير حياته كلها. كان بالنسبة له قرار صعب. بدأ يقعد ياخد كورسات برمجة، تمام؟ حتى اصحابه ودفعته اللي هم خريجين حاسبات بنفس الطريقه كده يقولوا انت بتاع خريج تربيه رياضيه يا بتاع الالعاب، واحد هوب هوب هتنجح، هتتقلل السوركل، انت هتقدر تعمل حاجه. فخدها تحدي، قال لهم بي اور نوت تو بي، اكون او لا اكون، لحد ما وصل ان هو لو صحابه دول اتزنقوا في حاجه في البرمجه في الكورس اللي هو خده بييجوا يسالوه هو، تمام؟ اللي انا بتكلم عليه ده اللي هو اللي انا واقف قدامكم. انا الحمد لله بفضل الله سبحانه مبرمج كمبيوتر في قطاع بترول، تمام؟ رقم 2 ان انا صاحب شركه برومال ابس، وعندي شركتي الخاصه، ومصنف من افضل المحاضرين الوطن العربي في البرمجه، تمام؟ ونائب نقيب الشرعيه المبرمجين المصريين. انا ليه حكيت لك اللي انا عملته؟ عشان انا قلت لك ان انا مش واقف هنا بالساهل يعني. انا شفت حاجات كتير، ربنا يخليكم. انا جايب لكم فيديو بسيط بس كده هختم بيه السيشن ديت. الفيديو دوت
الناس الأجانب فشلوا في حياتهم وناس عرب فشلوا في حياتهم. ده أمثلة عربية لناس فشلت في حياتها ونجحت. صالح الركي، الصوت شويه وانا هقول لكم، وانا اللي هعمل لكم مؤثرات صوتيه. ده فقط بصره في حادث مؤسف جدا ادى الى اهمال الاطباء بيه. مهند ابو ديه مخترع سعودي انتقل اليه مرض البرهلسيا ادى الى دمر حياته واجرى 61 عمليه جراحيه. عبد الحليم حافظ بدأ حياته كغاسل أطباق وحارس مطعم وحامل مقاعد وطاولات في فندق بسيط. دكتور إبراهيم الفي اشتد به الفقر في بلده وهاجر بهدف التجارة في الخارج. إيليا أبو ماضي شاعر لبناني يعتبر من أهم شعراء المهجر. توقف السباق بشكل كامل عن أداء في صلاته وزواجه الأول ده في الفشل. أحمد الشقيري توفيت والدته تم سجن والده بتراكم الديون عليه واضطر للعمل مناديا. إسماعيل ياسين ناس اضطرت اسمائها وناس لحد دلوقتي احنا بنتكلم عليها. عند سفره الخارج كانت ثقافته علمية فقط بجانب الكتب الصغيرة وبعض القصص والمجلات والأفلام التي يقرأها من وقت لآخر. دكتور أحمد زويل لم تمر عليه 4 أعوام من ولادته حتى أصيب بالعمى بشكل كامل. 4 سنين. طه حسين كتب رواية سببت جدلا واسعا ورفض نشرها بسبب ذلك، تم التحريض على محاولة اغتياله. نجيب محفوظ. بعد الفيديو انا عايز اتكلم في حاجة. الفشل هو اول خطوة للنجاح. دي ناس اجانب، الناس عرب. تعالوا بقى مع بعض نشوف كده فيديو بسيط برضه دقيقة عن الناس اجانب بقى. تم تكليفه لإدارة أعمال مزرعة عائلته ولكنه فشل بشكل ذريع. إسحاق نيوتن عالم الفيزياء. يعني بقول لك إن كل الناس اللي صدرت نجاحات فشلت. كان يفضل الجوع ليرسم 800 لوحة وطول حياته لم يبيع إلا لوحة واحدة بس. فان كوخ صاحب أغلى لوحات فنية على مستوى العالم. تم رفضه عدة مرات بحجة أن عرضه غامض جدا لا يفهمه الناس. تشارلي تشاودن أول ممثل أمريكي مصدق عالميا. بعد أول تجربة أداء له قال له المدير بأنه يتوقف عن إضاعة وقت الآخرين وأن يذهب لغاسل إن هو يبقى غسال أطباق. سيدني بواتيه أول ممثل أمريكي من السود حائز على جائزة أوسكار. توقف عن الدراسة ليعيل عائلته واضطر للعيش مجردا في عربة صغيرة مع عائلته. جيم كارلي من أفضل وأشهر الممثلين الأمريكان في الكوميديا. أصيب بالإحباط عند تأليف أول كتاب له فرماه في الزبالة ومراته هي اللي ساعدته. ستيفن كينج كاتب قصص رعب خيالية تمكن من بيع أكثر من 350 مليون نسخة. تم رفضه كوظيفة مهندس في شركة تويوتا وبقى عاطل عن العمل. هوندا مؤسس شركة هوندا العربيات. لم ينجح في بيع وصفته التي تم رفضها من أكثر من 1000 مطعم. أكيد إحنا بناكل كل يوم أو كل أسبوع العقيق الساندويتش بتاع مطاعم كنتاكي. على فكرة هو ناجح عنده 60 سنة. أول مرة ظهر فيها على المنصة تم استبعاده منها بالسخرية. جيري ستانفورد أحد أشهر الممثلين الكوميديين. أول
منتج حاول بيعه كان وعاء الكتروني لطبخ الرز. صاحب شركه سوني مطلقه عاطله عن العمل كانت تربي ابنتها بالضمان الاجتماعي خلال مزاوله هوايتها ككاتبه. جوانا مونينج كاتبه 7 كتب روائيه واول شخص يصبح ملياردير بالكتابه. الفشل هو اول طريق نجاح. الناس دي ليه سطرت اسمائها وبقت بالمنظر ده؟ علشان هم صدقوا حلمهم ومشيوا وراه. وبريك كده 5 دقايق يا جماعه ونكمل ان شاء الله.